السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة نعمل زبادي السحور. هنعمل الزبادي في البيت احلى من اللي بنشتريه من بره مليون مرة. بصوا بقى الجمال. الزبادي كريمي وناعم ومتماسك وما فيهوش ولا نقطة مية. هقولك كمان ايه اللي بيخلي الزبادي يكون طبقة قشطة متماسكة على الوش زي اللي انت شايفاها دي. بصوا بقى النعومة اللي في الزبادي، بصوا الملمس بتاع الزبادي قد ايه ناعم وكريمي. الطاجن من ده بيتباع ب20 جنيه، يعني بتمن 2 طاجن هنعمل 7 طواجن من الزبادي، ويبقى عندك زبادي طول شهر رمضان. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده انا معايا 1.5 كيلو من اللبن الجاموسي. تمام. انا جبت اللبن ما عملتش فيه اي حاجة غير اني فضيته من الكيس في حلة بالشكل ده ودخلته على رف التلاجة لمدة يومين. بصراحة ما كنتش فاضية اصور الفيديو. خرجت اللبن من التلاجة اتفاجئت انه مكون طبقة القشطة اللي انتوا شايفينها دي. فانا قبل ما اغلي اللبن علشان اعمله زبادي لازم اعمل له اختبار الاول عشان اتاكد انه ما قطعش. لو لقيت اللبن قطع فهركنه بقى، هشيله هعمل بيه قرص طريه او رقاق. طبعا لو غلي معايا وما قطعش فهبدا اعمل بيه الزبادي. تعالوا بقى كده على البوتاجاز ونشوف احنا هنختبر اللبن ازاي. هجيب بقى معلقة وهاخد فيها شوية كده من اللبن وهبدأ أغليهم في المعلقة لوحدهم. لو لقيت اللبن غلي معايا كده وفار يبقى كده اتأكدت من صلاحية اللبن، واللبن معايا شغال وهقدر أعمل بيه زبادي. لو لقيته قطع مني يبقى زي ما قلتلكوا هشيله وهعمل بيه قرص طرية أو رقاق. بصوا بقى هنا كده، بصوا اللبن بدأ يفور معايا، يعني ما شاء الله اللبن سليم ما قطعش ولا حاجة. دايما يا جماعة اعملوا اختبار للبن في معلقة بالشكل ده علشان تتأكدوا من صلاحية اللبن. هنا اللبن بتاعي سليم ما قطعش، يبقى هبدأ بقى ارفع كمية اللبن على النار وهبدأ اغلي اللبن غلية كاملة لحد ما يبدأ يفور. طبعا بكون واقفة جنب اللبن وبحرك كده في اللبن باستمرار علشان احافظ على الرغوة او طبقة القشطة اللي بتكون موجودة في الفوران بتاع اللبن. خدي بالك ان اللبن ما يفرش منك. لما كنت بعمل الجبنة القريش وكنت بشيل كمية قشطة كتيرة من على وش اللبن، كانت الناس في التعليقات بتسألني انت بتجيبي اللبن ده منين. احنا لما بنجيب اللبن ما بنشيلش كمية الدسم ده، ما بنشوفش كمية القشطة دي على اللبن. بصوا يا جماعة، مبدئيا أنا بجيب اللبن من عند فلاحين. اللبن اللي بيجي من عند الفلاحين بيختلف عن اللبن اللي بنجيبه من السوبر ماركت أو المحلات. طبعا اللبن بيبقى فيه غش وفيه غش كتير كمان، لكن دسامة اللبن ونوعية اللبن بتختلف على حسب نوع الأكل اللي المواشي بتاكله أعزكم الله. يعني على حسب الناس ما بتأكل بتلاقي دسامة في اللبن. عايزة أقول لكم كمان إن اللبن عندنا سعره من 35 جنيه ل40 جنيه الجاموسي. أما سعر اللبن البقري بيبقى نص تمن اللبن الجاموسي، يعني اللبن الجاموسي لو ب40 اللبن البقري بيبقى ب20. اكتبوا لي بقى في التعليقات اللبن عندكم سعره إيه. تعالوا بقى كده نرجع للبن اللي احنا غليناه. هنا كده انا غليت اللبن كويس زي ما شفتوا، وهبدأ بس انقله في حلة تانية علشان خاطر ابرده. هعمل بقى للبن عملية بسطرة. بجيب مية ساقعة أو حتى مية من حنفية، بما إن الجو ساقعة فالمية نازلة من حنفية ساقعة، وهحط فيها الحلة اللي فيها اللبن، وأهم حاجة الحلة اللي فيها اللبن تكون طايلة المية. تمام. وبالمضرب بقى اليدوي وهبدأ أقلب في اللبن باستمرار. أنا هنا بعمل عملية بسطرة للبن، بسرع من عملية تبريد اللبن وفي نفس الوقت بنزل درجة الحرارة بسرعة علشان أعمل اللبن بسطرة. بعد ما اللبن معايا برد ووصل للدرجة اللي أنا عايزاها، الدرجة اللي أنا عايزاها إن أنا بعمل تيست كده أو اختبار للبن بصبعي. لو لقيت اللبن خلاص بقى يعني بدرجة حرارة الجسم، يعني درجة حرارة زي دمعة العين كده بالظبط أو زي رضعة البيبي يا جماعة، مش أكتر من كده، علشان ما نموتش البادئ أو الزبادي اللي هنضيفه. وهنا بقى جبت علبة من الزبادي البلدي وأخدت منها معلقتين. المفروض لكل كيلو من اللبن معلقة كبيرة من البادئ أو الزبادي. تمام. ويفضل الزبادي يكون زبادي بلدي، بلاش زبادي الشركات. العلبة اللي معايا كان فيها معلقتين فأنا أخدت المعلقتين كلهم. ببدأ بس الأول كده بظهر معلقة وببدأ أنعم الزبادي قبل ما أنزله على كمية اللبن.
ببدأ اخد معلقتين كبار من الزبادي في كوباية كبيرة كده، وببدأ انزل عليهم بكمية من اللبن، يعني منزلش بالزبادي على كمية اللبن اللي في الحلة كلها، وابدأ بقى اقلبه كويس. وبعد ما بقلبه كويس بارجع أصفّيه بمصفى على كمية اللبن اللي موجودة في الحلة، وباقلّب بقى في اتجاه واحد زي ما شُفتوا. تعالوا عندي هنا بقى أنا هاعمل اللبن في طواجن، طبعًا تقدري تعملي في كوبايات، في طواجن، على حسب ما تحبي. جِبت الطواجن بتاعتي غسلتها ونشّفتها كويس، وولّعت فرن البوتاجاز وسخّنته 10 دقايق، ودخّلت فيه الطواجن لحد أمّا نشفت تمامًا. رصيت بقى الطواجن بتاعتي في صينية بالشكل ده، وبدأت أوزّع فيها كمية الزبادي. هابدأ بقى أجيب مَيّة سخنة، مَيّة سخنة يا جماعة مش مغلية، خدوا بالكم المَيّة المغلية هتخلّي الزبادي يشرش معاكم، مَيّة سخنة بالشكل ده. وهنا كمان نزلت بنقطتين كده من الخل في المَيّة، خلّي بالكم علشان الصينية ألمونيوم، والمَيّة السخنة بتخلّي الألمونيوم يسوَد. تمام. بعد بقى ما نزلت بكمية المَيّة السخنة بالشكل ده، لو المَيّة لسه بتطلّع بخار سيبوها لمّا البخار يهدى خالص قبل أمّا تغطّوها. بعد كده بقى بكيس بلاستيك كده، وبابدأ أغطّي الزبادي، وكمان هاغطّيه بفوطة أو بفوطتين بالشكل ده، مش هاتقّل عليه، وهاسيبه على رخامة المطبخ من بالليل لتاني يوم الصبح. هنا بقى بعد 12 ساعة، أنا كنت عاملاه الساعة 22:00، يعني تاني يوم الساعة 9 الصبح أو 8 الصبح ببدأ أرفع بقى من عليه الغطا بالشكل ده. وطبعا نراعي إن احنا نشيل الكيس البلاستيك بالراحة، لأنه بيكون عليه كمية مية كتيرة. نراعي إن احنا نشيل الكيس بالراحة عشان المية دي ما تنزلش على الزبادي. بصوا بقى هنا الزبادي بتاعي متماسك، وبصوا يعني كده خلاص الزبادي جاهز معايا. بس طبعا لازم أرجع أدخله التلاجة تاني مش أقل من 3 أو 4 ساعات. تمام. طبعا الزبادي بيختلف مدته في الصيف عن الشتاء. في الصيف 6 ساعات بس بيكونوا كافيين قوي، لكن في الشتاء احنا بنعمله من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل. بصوا هنا كده الزبادي اللهم بارك متماسك ازاي. هبدأ بقى أدخله التلاجة، دخلته التلاجة بالظبط 3 ساعات، وده بقى شكل الزبادي بتاعنا بعد 3 ساعات. تحفة يا جماعة، عايزة أقول لكم أقسم بالله طعمه أكتر من تحفة. بصوا بقى الرغوة اللي على الوش دي بقى طبقة القشطة، مجمع طبقة قشطة كتيرة. نسيت أقول لكم لو عايزة الزبادي زبادي خالي الدسم، يبقى هتجيبي اللبن تغليه، وبعد ما تغليه هتسيبيه يبرد، وهتدخليه التلاجة تبيتيه ليلة في التلاجة، وتاني يوم تلمي من على الوش القشطة. وبعد كده هتبدأي تدفيه بس برضه زي دمع العين بالظبط، وتبدأي تعمليه زبادي خالي الدسم بكل سهولة. ودايما لما تعملي زبادي في البيت خلي دايما آخر كوباية ابدأي اعملي بيها زبادي جديد، وكده يكون عندك زبادي طول شهر رمضان من غير ما تشتري زبادي من بره أبدا. بصوا بقى الزبادي، بصوا الجمال، بصوا النعومة اللي موجودة في الزبادي، عايزة اقول لكم طعمه بجد تحفة. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. سيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف وشوفوها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.